السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله النهارده راجع لكم بنوع من انواع الصوصات دي، تتاكل جنب المشويات، جنب الجلاش باللحمه. حاجه جميله جدا، معموله من الصلصه والفلفل، يعني هتجربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا. دلوقتي الطاسه هنحط فيها معلقتين زيت ومعلقه توم. التوم طبعا ده مدقوق بالكزبره. نشوح كويس وننزل دلوقتي عليها بقطع الفلفل الاخضر، يعني كميه كده كويسه ان شاء الله عشان تديكم طعم حلو بامر الله. نبتدي بقى في التشويح لغايه ان شاء الله اما الثوم ده ياخد لون كده مشقر والقطع الفلفل تدبل شويه. نبتدي نقلب. كتير قوي بقى عندنا مشويات مش عارفين ناكل جنبها نعمل جنبها الصوص ده، هتلاقوا الطعم جميل جدا وفي نفس الوقت حاجه مشهيه، جنب فراخ مشويه، جنب كفته مشويه. نقدر نعمل الصوص ده زي احنا النهارده مثلا عاملين الفطير باللحمه المفرومه، نعمله جنبها يدي طعم جميل جدا. نبتدي نقلب، نستمر يعني في التقليب لغايه ان شاء الله ما قطع الثوم تاخد اللون المشقر وقطع الفلفل تاخد يعني تدبل شويه. شايفين يا جماعه اللون ابتدى ياخد اللون المشقر. نستمر في التقليب. هي اكله بسيطه، يعني احنا مثلا في يوم كده مش عايزين ناكل، مش عايزين نعمل طبيخ كتير، نقوم بسرعه نتبل فرخه ونحطها في الفرن تتشوي وفي ثواني نعمل الصوص ده ونقدم الاتنين جنب بعض. اهو دلوقتي يا جماعه ننزل بقطع الطماطم المتقطعه كيوبس. نبتدي بقى نقلب ونسيب الصوص ده بقى يتسبك. هنحط له بقى التوابل. هنحط ملح وكزبره ناشفه وكمون ومعلقتين خل ونسيبه يتسبك ويأثر. ان شاء الله يعني هيعجبكم جدا جدا جدا. وكمان كتير قوي بيسأل احنا عايزين مثلا نعمل جنب المشويات ناكل جنبها ده صوص جميل جدا، ان شاء الله هتجربوه هيعجبكم جدا. دلوقتي حطيت الملح والكزبره الناشفه، ان شاء الله حطينا الكمون، وهنحط بقى معلقتين خل. نسيب الصوص ده بقى يتسبك ان شاء الله. ادي اول معلقه وادي تاني معلقه. نقلب كويس بقى ونسيبه ياخد لون. ياخد لون يعني لما تسبك ان شاء الله هيدينا اللون الاحمر الجميل. وممكن على فكره بقى اضافه عشان انتوا عايزين اللون يبقى احمر قوي زي ما انا قلت دلوقتي، ممكن نضيف معلقه بابريكا تديله لون جميل جدا. بصوا يا جماعه، يعني الشكل بيغني عن الكلام يعني. ما تنسوش يا جماعه ان شاء الله انكم تدعموا قناتكم عز السعيد. ما تنسوناش باللايك والشير والاشتراك والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام.